ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنول وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا. وبعد، اسمي أم الخير بنت محمد ثاني من مدرسة أمينة أبو بكر الصديق التذكارية، وأنا من فصل الخامس الابتدائية. أيها المسلمون، إن صلاة نور العظيم تشرق به قلوب المؤمنين، فلا شك أن صلاة عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال رسول الله